لت البلوجر المعروفة إعلامياً باء أم سجدة البالغة من العمر 29 عاماً باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في القضية رقم 1767 لسنة 2025 والمتهمة فيها بالتحريض على الفسق والفجور والإساءة للمرأة المصرية إلى جانب تهم تتعلق بغسيل الأموال. وأكدت المتهمة خلال التحقيقات أن المحتوى الذي كانت تنشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تيك توك فيسبوك لا يتضمن أي مواد خادشة للحياء، مشيرة إلى أن الفيديوهات ذات طابع فكاهي أو دعائي ولا تهدف للإساءة أو الكسب غير المشروع. وخلال التحقيقات تحدثت أم سجدة عن خلفيتها الاجتماعية قائلة: أنا مولودة ومتربية في السيدة زينب تحديدا في دوران زينهم. والدي يعمل سائقا في شركة المقاولون العربي، ووالدتي موظفة في مستشفى القصر العيني الفرنساوي. عندي أخ وأخت هما أحمد وكريمة. كما كشفت أنها مطلقة منذ نحو شهرين، وتعيش حاليا في شقة إيجار بمنطقة الهضبة الوسطى في المقطم مع طفليها، بنتي اسمها سجدة عمرها 9 سنين، وابني محمد عنده 7 سنين. بنعيش في شقة إيجار بقالنا فيها حوالي شهر ونص. روت المتهمة تفاصيل يوم القبض عليها قائلة: في يوم 31 من يوليو الساعة 11 بالليل كنت قاعدة في البيت وفوجئت بالشرطة بتخبط على الباب. فتحت، لقيت عدد كبير من الأشخاص دخلوا وبدأوا يفتشوا البيت وسألوني عن الموبايل، فأديته لهم، وبعد كده خدوني على القسم. وتبعت: لما وصلت القسم جاء فريق من مباحث تكنولوجيا المعلومات وبدأوا يسألوني عن الفيديوهات اللي على الموبايل، وأنا قلت لهم إن الفيديوهات دي عبارة عن هزار أو تسويق لمنتجات، ومفيهاش أي شيء خادش للحياء. أكدت أم سجدة أنها لم تكمل تعليمها بعد الصف الثاني الإعدادي، واتجهت منذ عام تقريبا للعمل في مجال التسويق الإلكتروني من خلال إعداد فيديوهات دعائية ونشرها على الإنترنت. وقالت في اعترافاتها: أنا مش بكسب أي فلوس من الفيديوهات، لا من تيك توك ولا من فيسبوك. المحتوى بتاعي ما فيهوش تعري أو ابتذال، كل اللي فيه ممكن صوتي يعلى شوي، لكن لا بقلع ولا بعمل حاجة خارجة.